الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقد دعا بنكيران في أول تصريح أو تصريحات له بعد تعيينه، دعا الشعب المغربي إلى منح حكومته الوقت الكافي لتحقيق الإصلاحات. انتظر المغاربة 35 يوما من المشاورات لتشكيل حكومة جديدة رافقتها قراءات فيما يدور خلف الكواليس وأسماء من سيحظون بالتعيين، ليعيش القصر الملكي بالرباط مراسم ميلاد رسمي لحكومة يرأسها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة. تعد حكومة بنكيران 30 منذ إعلان استقلال المغرب، وهي أول حكومة يقودها إسلاميون في ظل دستور جديد منح بعض صلاحيات الملك لرئيس الحكومة. تتألف من تحالف يضم 4 أحزاب هي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال فحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، وهذا يعني كتلة ب217 نائبا من بين 395 يشكلون البرلمان. أما الحكومة فتكونت من 28 وزيرا. حصل حزب العدالة والتنمية على 10 حقائب وزارية إضافة لرئاسته الحكومة، وحزب الاستقلال على 6، بينما حصل كل من حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية على 4 وزارات لكل منهما، وتقلد الوزارات المتبقية مستقلون. كان لافتا في تشكيلة الحكومية إسناد حقيبة الخارجية لسعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي يتولى قياديون منه أيضا وزارات بينها العدل والاتصال، بينما ذهبت حقيبة الداخلية لمحمد العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، ووزارة الاقتصاد والمالية لنزار بركة من حزب الاستقلال. تقاسم الوزارات بمنطق الائتلاف سيعني تقاسم الأعباء، ولكن أيضا مواجهة الشارع المغربي قد يكون جزء منه غير ممثل في البرلمان، لكن له مطالبه، أمر تلقفه بنكيران حينما أكد استعداده للجلوس والحوار مع الجميع. وسنكون واضحين مع المواطنين، ونرجو منهم فقط أن يفهموا أن أي حكومة في العالم لا تستطيع أن تقوم بدورها إلا إذا كان الشعب معها، وإلا إذا كان معبئا بكافة طاقته في اتجاه الإصلاح. كما أن بعضا من هذا الشارع ظل في حركه رافضا للمسار برمته بقيادة ما يعرف بحركة 20 من فبراير، لكن تحركها هذه المرة كان بزخم أقل قد يعود لغياب جماعة العدل والإحسان التي قررت الانسحاب من هذه الحركة. تجربة ائتلافية سياسية ولكن بمعالم ولاعبين جدد ترصدها أعين المغاربة، ولكن أيضا أعين المراقبين. قد يكون من ضمانتها الشراكة السياسية التي جمعت في حكومة واحدة أحزابا مختلفة فكريا، لكن عامل الوقت والإنجاز هو الذي سيحسم لصالح بنكيران وحكومته أو ضدهما. وننوه إلى أننا سنتناول موضوع الحكومة المغربية الجديدة بالتفصيل خلال الحصاد المغربي الذي يأتي